أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين 218. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز درس میاش بریابه دا من بحثا اهمیت هر دو رکعت سنت نماز صبح، یعنی هر دو رکعت سنت یش بیان نماز صبح تگرن که چه پیغمبر خود سرباسکنیه بابو تأکید رکعتی سنت صبحی بحثا گرین گرتنا سرسکناندنا هر دو رکعت سنت نماز صبح. حدیث 1100 ان عائشه رضی الله عنها جدایی که ما عایشه هات نقل کرده خود راضی به ان النبي صلى الله عليه وسلم کو پیغمبر خود کان لا يدع اربعا قبل الظهر و رکعتین قبل الغداء. دبیجه پیغمبر خود ترک ناکرن 4 رکعت سنت جبریا نماجا نیورو 4 رکعت سنت ترک ناکرن و رکعتین قبل الغداء و 2 رکعت جبریا نماجا صبح اف ترک ناکرن پیغمبر خود، یعنی سوک سنت. رواه البخاری. اف حدیث امام بخاری نقل کرده. حدیث 1101 وعنها ديسوش عائشة يوم عائشة هات نقل قالت قوتيا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي پیغمبر خود على شيء من النوافل أشد تعاهدا، يعني سنت نافله سنت يعني دوامناك راسر بتمي وبجرينجي دوامناك راسر منه على ركعتي الفجر حشوكي دوام سر هر دو ركعتين جبيان نماز الصبح دسكني حشوكي دوامي و ذكر ودوامي تر نماز سنت ناكر، يعني بهترش حميو بهتر أهمية دا هر دو ركعت جبيان نماز الصبح. حديث متفق عليه. حديث بخاري مسلم هر نقل كرنا. حديث 1102 وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ديسوش دوی که ما عایشه هات نقل کردن اوجش پیغمبر خود نقل کرده کو پیغمبر گوتیه رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فيها. هر دو رکعتش بیان نماز صبح خیرتره بقیمتره دنیای و چه قدشت سر روی دنیای همیا قیمتره، یعنی هر دو رکعت سنتش بیان نماز صبح دنیایش قیمتره و جمعیتش دنیای داجی قیمتره. رواه مسلم. اف حدیث مسلم نقل کرده. و فی روایت ده لهاتا لهما احب الی من الدنیا جميعا. او هر دو رکعت دنیای همیا بهتر بردل مشیرینه، دنیای همیا بهتر محبوب تره بردل منه بردل من همیا شیرین تره. حديث 1103 وعن أبي عبد الله بلال بن رباح بلال الحبشي أبي عبد الله بلال كره رباح، يعني بلال الحبشي هو تناقل مؤذن پیغمبر خدا رضي الله عنه مؤذن رسول الله مؤذن رسول خدا أنه أتى رسول الله ليؤذنه بصلاة الغداء. روجا که خود مالا پیغمبر خدا داقنا يعني خبر بده پیغمبر کو وقت نماجیه کو فجره يعني وقت نماز الصبح وتابع أذانه نخير فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه. بجا دايكو مع عائشة برس جيكر بش که حتى جواب برس ودا بش دوم كر حتى أصبح جدا حتى بش که يعني بش تجي إن الصباح وقت الصبح بيش شو فقام بلال فآذنه بالصلاة. بلال ديسا جاره دیجی خبر دو پیغمبر خوده چو دقیقا خبر بده و تابع اذانه خبر خود تکرار کرد نخیر فقام بلال فآذنه بالصلاة یعنی باگ دا و تابع اذانه چو دیسا خبر بده پیغمبر خوده فلم یخرج رسول الله پیغمبر خوده در نکرد فلما خرج صلى بالناس وقت در کرد و بشا انسان نمش کرد
فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. بجو بلال پیغمبر خدا پرسی گو یا رسول یعنی یا رسول جرا گود یا رسول خدا دوی که ما عایشه پرسش میکرد بچکو که وقت وخری و انه ابطا عليه بالخروج بجا تجي در بشكي درنگتر دركتي رسول خدا بشكو که مام درنگ تجي بشكي درنگتر دركتي فقال يعني النبي بجا پیغمبر خدا هولي جواب بلال دا إني كنت ركعت ركعتي الفجر ما هر دو ركعتين نماز الصبح ذكران فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا بجا قلت يا رسول الله قال ما يدرنگما قال لو أصبحت أكثر مما صبحت هكا هيجي بهتر ما بما درنگ لركعتهما من الديس أو هر دو ركعت كربينا وأحسنتهما من الصباحي كربينا وأجملتهما من الرند كربينا ما هر دو ركعت قطعا ترك ناكي ولو كان هيجي بهتر ما بما درنگ رواه أبو داود بإسناد الحسن أف حديثها أبو داود سندك صح سندك حسن نقل كريها أم هاتي سر بحث كدو نو باب تخفيف ركعتي الفجر ديسا عيني عايدة صلاة يعني سنة نماز الصبحية باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما البحث هل در حق سفجرتنا هر دو ركعت سنة نماز الصبحية ولی مو سفه بگیره مو زیده دریج نکه و بیان ما یقرأ فیهما کامل چه تیداب خوینه چه ضمی سوره ضم سوره یعنی چه سورتا سر تیداب خوینه و بیان وقتهما کامل چه وقت دا یعنی زوی بکه درنگ بکه چه وقت مو هر دو رکعتا بکه در حق ودایه حدیثا 1104 وعن عائشة رضي الله عنها دي ساج دوي كما عائشة هات نقل كرن خود جرازي به أن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح پیغمبر خدا در ركعت خفيف در ركعت سفك ذكران بين النداء والإقامة نقب بانج وقامت هدا نقب بانج وقامت من صلاة الصبح جبو ميجا الصبح یعنی بانگو میجا صبح نقبا بانگو نمیجا صبح دا قامتا نمیجا صبح دا پیغمبر خود در رکعت سنت خفیف دکران ولی خفیف سبک دکران یعنی نزیده درش متفقون علیه افحادیث بخاری و مسلم هر کار نقل کرنا و فی روایت لهما روایت دیسا یا بخاری و مسلم هولی در بازده به یصلی رکعتي الفجر پیغمبر خود در رکعت سنت نمیجا صبح دکران إذا سمع الأذان وقت بانك صح ذكر در ركعت نماذج سنة ذكران فيخففهما أو سفك ذكرتا حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن عجب فتح خوان يا نخوان يعني ولي سفك ذكرتا بيغمبر خدا أو هر دو ركعت وفي رواية لمسلم رواية دي مسلم دا هولي در باز دبا كان يصلي ركعتي الفجر هر دو ركعت سنة نماز الصبح ذكران إذا سمع الأذان وقت بانك صح ذكر ويخففهما سفك ذكرتان درج ناكر وفي رواية كده إذا طلع الفجر وقت يكون فجر در كتا يعني بشتي فجر در كتا بانك تحت داين وهولي شتكر در ركعت سفك ذكران بله حديثا 1150 وعن حفصة رضي الله عنها اجدائي كما حفصة تجديس جنا پیغمبر خدا هات نقل كرن اكو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين ده بجاء أن رسول الله پیغمبر خدا كان إذا أذن المؤذن للصبح وقت مؤذن بانگو نماز الصبح دا وبدا الصبح بجاء الصبح جيب أشكرت بيا بجاء رناهي أشكرت بيا صلى ركعتين خفيفتين در ركعتين سفك ذكران پیغمبر متفقون عليه اف حديث بخاري مسلم هر کار نقل کرنا و في رواية لمسلم رواية دي مسلم ده هولي در باز ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام إذا طلع صلى الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين إذا طلع صلى الفجر وقتكو يعني فجر وددا لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين پیغمبر خدا
تا نمجن سنت ناكرن شخيني در ركعتين خفيف در ركعتين سفك دقيران تا نمجن ناكرن مجن سنت. حديثة 1106 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هاتنا قلنا خدش يبابي رازي قال دبجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. پیغمبر خودش شوه در رکعت دکرن، یعنی 4 رکعت ناکرن، در رکعت نمیشه خواهد دکران میشه سنت. و یوتر برکعت من آخر اللیل، آخر شوه دا در رکعت وتر دکران. و یصلی الرکعتین قبل صلاة الغداة، نخیر مخلط خوان ببخشینن يصلي من الليل مثنى مثنى شوه دا در رکعت دکران. و یوتر برکعت من آخر الليل بله يعني ركعتك جي تنادي كرا ركعتك جرد بجن وتر أو ركعت تنادي كرا بسر أخوة ند ركعت. ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة جبريان مجا الصبح جد ركعت ذكرا. وكأن الأذان بأذنيه، يعني هي أذان تازه، هي أذان ولي نو، هي دنج أذان دنج بانجل جهويدا هم جهة راديا در ركعت نمجا سنت ذكرا ولي در ركعت خفيف. متفق عليه. اف حديث بخاري ومسلم هر کار نقل کرنا. حديث 1107 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هات نقل کرنا خودش باوی راضی به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. پیغمبر خدا عليه السلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى، لهر دو ركعت سنت نماز الصبح دا ركعت اول دا اف آيات خونده. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا سوره بقره آيات 136. سوره بقره آيات 136 خونده ركعت اول دا پشت فاتحه. الآية التي في البقرة أو آية البقرة دا. وفي الآخرة ركعت دو دا منهما شو هر دو ركعت بجر يود دو دا چت خونده آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما امام خدا آنیا شهد بین بدن کو ام مسلمانی. سوره آل عمران آیت 52. و فی روایت دیده هاتا فی الآخرة التي في آل عمران او آیت آل عمران در باز دبه او تخوانده رکعت دو دا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ای آل عمران آیت 64 رواهما مسلمون. هر دو حدیثه ها امام مسلم نقل کرده خودش راضی داره. حديث 1108 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر. أبو هريرة هو تناقل كنا خودش راضي به دبجه پیغمبر خوده قرأ في ركعتي الفجر هر دو ركعتين سنت نماز الصبح داده که خواند قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ركعت اول دا قل يا أيها الكافرون دو خاندا لركعت باش پشتی ودا قل هو الله أحد سوره اخلاص دو خاندا. رواه مسلم في حديث حج امام مسلم نقل کریا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هات نقل کرن خودش باب راضی به قالت بجا رمقت النبي شهرا. ما حیف که گوه خدا پیغمبر خدا ما حیف که تعقیب پیغمبر خدا کرد. و کان یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر هر دو رکعت جبریان نماز الصبح داد خواندا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ركعت أول دا قل يا أيها الكافرون سورة كافرون وسورة ركعت دودا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سورة إخلاص دخواندا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أب حديث الترمذي نقل كليا قلت حديثك حسنة يعني قنجة رنده نزعيفة خوش كبرين دلال بلا بده بسكنه حتى درسك يوم يادر بمين خير وخشيه دا.